نستاهل ونستاهل اكتر من كده كمان. مش احنا كجمهور، احنا في الاخر لا حول لنا ولا قوه، احنا كل واحد فينا هيحط في نفسه وينام زعلان والله اعلم هيفك امتى، ووارد جدا مفيش حد فينا يفك غير لما الزمالك يقدم ماتش كويس تاني. بس اللي يستاهلوا حرفيا هما لعيبه نادي الزمالك ومدرب نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك ومدرب نادي الزمالك اللي ما كانوش اصلا بيفكروا في ماتش الجونه. كل لعيبه الزمالك ومدرب الزمالك قبلهم كانوا بيفكروا في ماتش الاهلي. في المؤتمر الصحفي اللي بعد ماتش الاسماعيلي اتوجه ليانيك فيريرا سؤال عن ماتش الاهلي، وفيريرا يا سيدي قال لك وقتها ان اسهل طريقه تخسر بيها الماتش اللي جاي هو انك تفكر في الماتش اللي وراه. ولكن للاسف دي كانت مجرد اجابه دبلوماسيه من يانيك فيريرا، ولكن ما نفذهاش. بالفعل يانيك فيريرا ما كانش بيفكر في ماتش الجونه قد ما هو بيفكر في ماتش الاهلي. طب يا قلب اخوك، ادي الجونه ضيع منك نقطتين. اما عن ماتش الاهلي فهو ماتش مش مضمون بكل المقاييس، لان لو في حد من اللي حواليك ضحك عليك وقال لك ان الاهلي هيقابلك يوم 29 بالمستوى المتواضع ده، تبقى راجل اهبل ومش مذاكر ديربي، وما تعرفش ان ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش خاص لكل لاعب قبل ما يكون المدير الفني، وان الاهلي ممكن يجي يوم 29 يقابلك باداء مغاير تماما للي بيقدمه قصاد الفرق التانيه. واديك ضيعت النهارده قصاد الجونه بسبب الكلام ده 2 بونت، وبقى الفرق بينك وبين الاهلي 5 بونت، وهو لسه ليه ماتش مؤجل، لو كسبه هيبقى الفرق 2 بونت، ولو لا قدر الله يوم 29 كسبك هيعلى عنك هو بونت. كل الهرجله دي حصلت بسبب ان حضرتك بتفكر في الماتش اللي بعد الجاي. ارتحت لما اخوان بزيرة خد انذار في ماتش الاسماعيلي عشان ما يحضرش ماتش الجونه هو وبنتايج. ارتحت لما افقدت الفرقه الباك شمال اللي حالتها واهم لاعب في الفرقه حاليا، ونزلت بتشكيله مرقعه عباره عن ادم كايد وعبد الحميد معالي وصلاح مصدق في مركز الباك اليمين اللي ما بيجدهوش تماما. ونيجي بقى للمشكله الاكبر اللي انا قلتها بين الشوطين في ماتش الاسماعيلي، ان الزمالك كل ما بيجيب جون يا اما بيتراجع يا اما بيرضى بيه وينام عليه. وبين الشوطين في ماتش الاسماعيلي قلت لك احنا لو فضلنا نايمين على الجون الواحد ده لحد الدقيقه 85 هتجيلك هجمه هبله قصاد لاعب اول مره يشوف الجون يعورك في 2 بونت. وبالفعل ده اللي حصل النهارده، ونمت على الجون لحد الدقيقه 85 وجا لعب الجونه في الدقيقه 85 وعورك في ال 2 بونت. الجونه اللي النهارده حرفيا ضحك عليك وفرحك بالجون اللي انت جايبه في اول الماتش ونيمك ننه لحد ما جت المرتده اللي هو عايزها عشان يعورك في الاتنين بونت. وطبعا الفرصه جت لنادي الجونه انه يستبيحك بعد اصابه دونجا، اللاعب الوحيد اللي بيشغل الرقم 6 في نادي الزمالك، واللي انت ايقنت مره واتنين ان دونجا هو اللاعب الوحيد اللي موجود في المركز 6 عندك. ومجرد غيابه في ماتش وادي دجله اتهزمت 2-1 ونص ملعبك كان شوربه، وبمجرد خروجه النهارده مصاب رجع نص ملعبك تاني شوربه، والجونه سجل فيك هدف التعادل. ومع ذلك انت بقالك كام ماتش ما حضرتش بديل لدونجا، مع ان عندك احمد ربيع راجع من الاصابه. ما بقولكش يا عم لعيبه سيبه على الدكه لحاجه زي دي. حتى صلاح مصدق اللي بقول ان هو الوحيد اللي ممكن يشغل المركز 6 في حاله غياب دونجا بتلعبه باك رايت في المكان اللي هو ما بيعرفش يلعب فيه تماما، بالرغم من عوده عمر جابر من الاصابه ووجود محترف جديد لسه جايبينه مخصوص عشان يكون بديل ليه. ولكن يانيك فيريرا بيستبعد بارون اوشنج بطريقه بصراحه مثيره للجدل. ما هو بارون اوشنج مفيش مجال اصلا حته ان انت مش مقتنع بيه او هو في عدم جاهزيه، هو مفيش حد احتياطي للباك رايت عندك غيره هو. ارميه يا عم على الدكه عشان لو اتحطيت في موقف زي ده. ليه مش محضر نفسك لاي سيناريوهات؟ ونفس اللي بقوله بعيده وازيده، الزمالك يغلب المصري عادي، يغلب سيراميكا عادي، يغلب الاسماعيلي عادي، ولكن عادي خالص يقع في المقاولين ويقع في وادي دجله ويقع النهارده في الجونه. وانا بقولها لك اهو من دلوقتي، ونتقابل اخر الموسم، المطوشه الصغيره دي هي اللي هتضيع مننا الدوري السنه دي. سلام.